السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم حوته في الفران اللي كتجي زوينه لذيذه وغزاله. الحشوه ديالها كتجي رائعه، كنتمنى تتبعوا معايا جميع المراحل باش تنجح لكم هذه الحوته وتجيكم الوصفه غزاله. كنرافقها بالخضره كتجي زوينه، هانتوما معلكه مجمره. اول حاجه كناخذ ديك الحوته كنغسلها مزيان وكنقشرها وكنفلحها من بعد ما كتكون استقطرات مزيان، تكون الحوته ناشفه. فلحتها من الفوق ومن التحت. من بعد غادي ناخذ بول اللي غادي ندير فيها الشرموله. بالنسبه للشرموله حتى جيت فيها هنا تقريبا شي 3 المعالق ديال القزبر ومعدنوس حامضه اللي عصرتها. خديت ربع ديال حامضه مصيره، واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه اللي ضفتهم للخليط. كيف ما كتعرفوا الحوت كيبغي الحامض وكيبغي الحار. من بعد زدت لهم معلقه صغيره ديال الكمون، شويه ديال الملحه ما تزعموهاش بزاف حيت مازال غنستعملوا الصوجه مالحه. معلقه ونص ديال التحميره كتجي لذيذه في الحوت. وعندي العطري هنا الخنقوم استعملت تقريبا 4 معالق. الا عندكم ملون بغيتو تستعملوه. خديت العطريه ديال الحوت اللي استعملت منها تقريبا معلقه كبيره. الا ما عندكمش هاد العطريه ديال الحوت ممكن تعوضوها بالضامات البناد الحوت. زدت عليها ثومه اللي حكيتها، هنا عندي 3 ديال الفصوصه كبار. الا كانت عندكم ثومه صغيره تستعملوا حتى 5 ديال الفصوصه صغيره. من بعد ضفت لهم الصوجه تقريبا 4 ديال المعالق كبار. انا عندي الصوجه خفيفه هنا ماشي الصوجه ثقيله، تقريبا جهه ديال 4 كاس. وضفت لهم زيت البلديه والزيت الروميه. بالنسبه للزيت غير نخليو ديروا شويه ديال الزيت بالزايد. الحوت راه تيبغي ليدم، تيبغي تكون ديك الشرموله ديالتهم واقفه شويه بالزيت. زدت عليهم 2 وريقات ديال سيدنا موسى وغادي نخلط هاد المقادير مع بعضياتهم مزيان. وذوقوا بان لكم خاصه شي حاجه زيدوها، خاصه مليحه ولا شويه اللي بغى البزار يستعملوا، لا خاص شويه البزار ولا الكمون ضيفوه. من بعد كناخذوا ديك الحوته وكنبداو كنعمروا ليها دوك الفلاحين اللي فلحنا بالموس وكندهنوها مزيان. كنديروا ليها الشرموله في الراس في الداخل ديالها حتى كندهنوها مزيان كلها وكنحتفظوا بها جانبا وكنخليوها واحد المده ديال 2 أو 3. من بعد خديت شامبينيون نوار اللي نقطعته وقطعته رقيق. الشعريه الصينيه حتى هي قطعتها رقيقه من بعد ما نقطها في شويه ديال الماء سخون. خديت مقيله درت فيها واحد المعلقه ديال الزبده وزدت عليها شويه ديال الزيت الروميه، خليتهم حتى ذابوا مع بعضياتهم. زدت عليهم الثومه قزبر ومعدنوس شامبينيون الشعريه الصينيه. هنا زدت شويه ديال البزار وزدت عليهم من ديك الشرموله اللي عندنا اللي درنا في الحوت. زدت منها هنايا تقريبا شي 4 ديال المعالق، المهم على حسب الكميه اللي عندكم ديال الشعريه. بالنسبه لهاد لاصوص اللي زدت الاخرانيه هذيك الحوته ملي كنت خليتها منقده داك الماء اللي تسقط منها ضفتو الشعريه الصينيه باش تجي منسمه بالحوت. زدت عليها الزيت المقطع الهريسه، ولا عندكم حتى داك الكروفيت زيدوه. خديت الحوته من بعد ما شربات مزيان ديك العطريه اللي درت ليها في الصباح وبديت كنعمر فيها بهاد الحشوه ديال الشعريه الصينيه. بالنسبه لهاد الشعريه راه ممكن تضيفوا لها الكروفيت الكالامار اي حاجه عندكم ممكن تضيفوها ليها باش تزيدوا تعززوا الذوق ديال الحوت فيها. صافي وكنسد ديك الحوته بالعويدات. ما عندكم استعملوا الكوردون، الا ما عندكمش ممكن تخيطوها. صافي من بعد ما كنعمروا ديك الحوته وكنسدوها كنحتفظوا بها جانبا. وفي نفس الطاوه اللي كانت فيها الحوته كنحكوا واحد 2 حبات ديال المطيشه وكنوزعوهم مزيان في ديك الطاوه. صافي هذه كتكون القاع ديال الطاوه باش كيطلق لينا شويه ديال الصوص ملي كنبغيو نطيبوها. هنا خديت شويه ديال الخيزو شويه ديال البطاطا اللي سلقتهم وتسلقتهم نص سلقه يعني باقيين شادين في راسهم وكنستفوهم فوق ديك المطيشه. هنا بغيتو هاد البطاطا وخيزو تشرملوهم قبل كتاخذوا شويه من ديك الشرموله ديال الحوت وكتمرمدوهم مزيان عاد كتستفوهم فوق مطيشه. انا كتعجبني هاد الطريقه تجيني سهله حتى كنستف الخضره عاد كنزيد عليها الصوص من بعد. صافي الخضره ديالي من بعد ما وزعتها مزيان على الطاوه غادي نزيد عليها الفلفله اللي قطعتها دوائر
انا خديت هنا الفلفله صفراء والفلفله حمراء. علاش ما استعملتش الخضره كتبقى كطلع لينا الحنقه، يعني ملي تناكلوها النهار كامل كنبقاو تنتقرعوا في ديك الفلفله الخضراء. داكشي علاش استعملت الحمراء والصفراء، خفافين في المذاق شويه على الفلفله الخضراء. كنزيدوا وريقات ديال الغنط اولا وريقات سيدنا موسى. من بعد كناخذ ديك الحوته وكنحطها فوق من هاد الخضره. هانتوما كيف كتشوفوا منين تتسدوا ديك الحوته بدوك العويدات كتبقاو كتحكموا فيها، ما كتبقاش كتحليكم، يعني كيف ما حطيتوها كيف ما كتهزوها. المرحله المواليه خديت شويه ديال الزيتون اللي سلقته في شويه ديال الماء وغادي نضيفه في الجوانب ديال الحوته. هنا ضروري ما تسلقوه، يعني كتحيد منه الملحه الصودا اللي كتكون فيه وكتبقى غير نسمه ديال الزيتون. خديت دوائر ديال نصف دوائر ديال الحامض حتى هما درتهم في جناب. التزيين راه تيبقى على حسب كل واحد. زدت حبه اخرى ديال الطماطم اللي قطعتها رونديلات. هنا بغيتو تحطوا دوك الرونديلات ديال الحامض ومطيشه فوق من الحوته حطوهم، المهم كل واحد كيفاش كيبغي يدير الحوته ديالو. واخر مرحله هنا خديت الطماطم مصبره او مطيشه ديال الحك اللي غادي اللي خديت ديك الشرموله اللي شاطت لي، زدت عليها نص كويس ديال الماء ودوبت فيها مزيان هذيك مطيشه. هذه هي اللي غادي تكون لاصوص اللي غادي نديرها فوق من الخضره. هنا ممكن تستعملوها كيف قلت لكم منين يلاه كتسلقوا الخضره، ممكن حتى الاخير. زدت عليها الزيت البلديه والزيت الروميه وخلطت مزيان حتى انسجموا مع بعضياتهم. وفي الاخير خويتو على ديك الخضره هي اللي غادي يطيب فيها وغادي تعطيه البنه. كيف ما كتعرفوا ديك الشرموله راه فيها العطريه ديال الحوت، فيها التحميره، فيها كلشي، يعني كتجي ديك الخضيره لذيذه ومجمره مزيان وكتجي المريقه ديالتهم واقفه. من بعد ما كملت الحوته اخر مرحله كناخذ زويته ديال العود وكندير خويطات فوق من الحوته باش ما تجيش ناشفه وتجي هكا شويه طريه، وغادي نغطيها بالبابي فيلم. ومن بعد غادي نزيد ليها هذا البابي كويسون وغادي نزيد ليها البابي الومنيوم من الفوق وغادي ندخلها الفران اللي سخنته من قبل. الفران سخون كنخليو الحراره متوسطه وكندخلوها لمده ديال 20 دقيقه. من بعد ما خرجتها كانت هذه هي الحوته ديال اليوم اللي جات لذيذه بزاف والمريقه ديالها جات واقفه. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم. اما الفلفله حاره ديك راه ضروري منها، غنيه عن التعريف. وكنزينها هكا بطريفه رونديلات ديال الحامض. وكنضرب لكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله.